السلام عليكم حبايبي، سنة رابعة جريد 4 first term. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنستكمل شرح concept 1 adaptation for survival. هناخد فيها lesson 2 part A، وهنكمل فيها كلامنا عن الانيمالز اللي بتعرف تعمل adaptation عشان تعرف to survive and reproduce. هناخد النهاردة حيوانات بتعرف تعمل ادابتيشن، بس قبل ما ناخدها احب افكركم ان لسه اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد انا بنزله، والناس تعمل لي لايك وكومنت علشان الكلام ده بيساعدني ان انا استمر معاكم يا جماعه واشرح لكم كل الحاجات اللي بتقف معاكم. واللي مش فاهم حاجة او عايزني اشرح له اي حاجة يكتب لي في الكومنتس. حتى اللي مش عارف يحل انواع الاسئلة، انا هنزل فيديو قريب جدا ازاي نحل الاسئلة ونجيب فيها الفول مارك. خلينا نبدأ بالصورة دي. انتوا شايفين ايه في الصورة دي؟ برافو عليكم. احنا شايفين هنا يا مس camel's body. بيقول لنا camel's body is covered with a special thick hairy skin to adapt to live in desert. هل الكلام ده صح؟ هل الكامل بيغطي جسمه hairy skin وبيعيش في الديزرت؟ هنفكر. برافو عليكم، فعلا الكلام ده ايه؟ الكلام ده صح. تمام. طيب تعالوا للسؤال التاني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك polar bear have thick white fur to adapt to live in forest. هل البولار بير بيعيش في الفورست؟ لا، يبقى دي غلط. برافو عليكم. طيب ننزل كده. طبعا في الدرس ده هناخد مصطلحين جداد خالص، لازم نكون حافظين الكلمة بالسبيلنج بتاعها يا جماعة. يبقى الكلمة دي اسمها ايه؟ اسمها structural adaptation. structural adaptation. طيب الكلمة التانية اهي اسمها behavioral adaptation. behavioral adaptation. طيب يعني ايه structural adaptation ويعني ايه behavioral adaptation؟ structural adaptation معناها تكيف تركيبي. وفي التكيف التركيبي ده انا هفهمها لكم بالعربي معناها ايه. يبقى لو جالي التكيف التركيبي ده اللي هو structural adaptation، هبقى عارفة ان هو كل ما يخص اي حاجة في جسم الايه؟ الكائن الحي. يبقى ده معناها اي شيء في جسم الكائن الحي. يبقى يا جماعة اي شيء في جسم الكائن الحي هسميه ايه؟ اي شيء في جسم الكائن الحي هسميه ايه؟ هسميه structural adaptation. تمام. طيب يبقى اي حاجة في جسم الكائن الحي هسميه structural adaptation. زي مثلا ايه يا مس؟ زي مثلا الدنس feathers اللي موجودة في البولار بير، سوري الدنس feathers اللي موجودة في البنجوين. اوكي. البولار بير عنده ايه؟ عنده thick white fur. فهمنا كده؟ يبقى سواء ده او ده structural adaptation لانه حاجة موجودة في جسمه. يبقى اي حاجة موجودة في جسم الكائن الحي هعرف ان ده ايه؟ هعرف ان ده structural adaptation. خلاص يا جماعة شفتوها؟ structural adaptation. طيب عايزة انا بقى اعرف structural adaptation ده لو جالي في تعريف اعرفه ازاي؟ اعرفه من خلال كلمة body structure. يبقى انا عندي ال structural adaptation ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تغير. it is a change in the body structure of a living organism to help it survive. يبقى living organism معناها كائن حي. خلاص. يبقى الحاجة اللي موجودة في ال body structure في التركيب بتاع الجسم بسميه structural adaptation. طيب انما بالنسبة لل behavioral adaptation ده عبارة عن اي حاجة موجودة في الاكتس او في البيهيفيرز، في السلوك او في الافعال بتاع الكائن الحي. يبقى انا لو عايزة اكتب هنا هكتب ان البيهيفيرال ادابتيشن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي سلوك يقوم به الكائن الحي. فهمنا كده يا جماعة؟ يبقى اي سلوك بيقوم به الكائن الحي. زي ايه مثلا يا مس؟
زي انه كان هو في مكان يسيب المكان ده ويروح مكان تاني عشان يعرف يعيش، يبقى ده ايه؟ يبقى ده behavioral adaptation. خلاص كده، يبقى ده ايه؟ يبقى ده behavioral adaptation. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلوك بيعمله الكائن الحي، بعرفه في التعريف من كلمة ايه؟ من كلمة behaviors or acts. طيب تعالوا كده ننزل نشوف الأمثلة بتاعت ده وبتاعت ده. structural adaptation زي مثلا ايه؟ زي مثلا يا مس البلاد فيزلز اللي موجودة في البنجوينز فيت، مش دي حاجة في جسمه؟ يبقى structural adaptation. زي مثلا الثيك فير اللي موجودة في البولار بير، برضو دي حاجة في جسمه، يبقى structural adaptation. نروح للbehavioral adaptation، هنلاقي ايه؟ هنلاقي برضو أمثلة عليه زي الديزرت ليزرد، لما بتروح تدور على ايه؟ على الشيت، على الظل في الايام الايه؟ في الايام الحر. طيب مش هي كانت في مكان وسابت مكانها وراحت مكان تاني؟ يبقى ده سلوك هي بتعمله. يبقى انا كده هقول ان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن behavioral adaptation. كمان عندنا ايه؟ عندنا هجرة الطيور او الحيوانات، migration of some animals towards certain regions. خلاص كده regions اللي هي الايه؟ الاماكن. هجرة الطيور أو الحيوانات برضو تعتبر behavioral adaptation. أتمنى كده إن يكون مفهوم ال structural adaptation بقى واضح، ومفهوم ال behavioral adaptation بقى واضح. ال structural adaptation أي حاجة موجودة في جسم الكائن الحي موجودة في جسمه، خلاص. لكن ال behavioral adaptation أي سلوك هو بيعمله. تعالوا كده إيه؟ نعلم على الكلمات اللي احنا هنحفظها. عندنا كلمة thick hair skin اللي هو جلد سميك مشعر، وده اللي عند الكامل. خلاص. طيب عندنا ايه؟ هنحفظ اهم كلمتين هنا اللي هما ايه؟ اللي هما structural adaptation behavioral adaptation. الناس اللي معاها الكتاب الجديد الكلمات هتبقى موجودة في الصفحة اللي موجود فيها الشرح ده، هتدوروا على الكلمات دي وهتحفظوها. وعندنا كلمة migration يعني هجرة. طيب حفظ الكلمات ليه مهم يا مس؟ لأن في عندنا أسئلة لازم نكتب فيها الكلمة، زي write the scientific term، اكتب المصطلح العلمي. فحضرتك بتجيلك جملة وبتكتب انت التعريف بتاعها، أو complete بتجيلك جملة وفيها مكان فاضي وانت تكتب ايه المكان الفاضي ده في كلمة ايه. طيب هناخد الحيوان اللي بعد كده. طبعا هناخد كل الحيوانات اللي احنا اخدناها قبل كده، بس هنعرف ايه هو structural adaptation بتاعها والbehavioral adaptation بتاعها، فنركز مع بعض قوي. اول حيوان عندي اسمه ايه؟ فينيك فوكس. والفينيك فوكس احنا خدنا ان هو بيعيش في الديزرت، هو هنا بقى بيقولك بيعيش في الهوت دراي ديزرت، في الصحراء الايه؟ الجافة الحارة. طيب ايه الستراكتشرال ادابتيشن او الحاجة اللي موجودة في جسمه؟ ان هو عنده tan colored coat or sandy colored fur. طبعا دي احنا عارفينها، معلومة احنا عارفينها. هنروح نكتب عندها ايه؟ هنروح نكتب عندها، ايوه يا مس، هنكتب G capital R capital زي ما انا كنت شارحه لكم في الفيديو اللي كان قبل كده. يبقى G capital R capital معناها give reason. معناها ايه؟ معناها give reason. ليه الفينيك فوكس لونه tan colored coat or sandy colored fur؟ بيسألني على الألوان يا مس. زي ما قلت لنا الحصة اللي فاتت، يبقى الإجابة بتاعتي to make camouflage. خلاص، وانا مغمض to make camouflage. طيب كنت قايله لكم اجابه تانية to hide and blend in with the environment. تقدروا ترجعوا للفيديو اللي فات وتشوفوا الكلام ده. طيب يبقى انا كده مش محتاجه ان انا اقرا كل اللي تحت ده، خلاص. اوكي. طيب طبعا التان colored coat والساندي colored fur طبعا ده بيحميه عشان ممكن تجيلك في صح وغلط، بيحميه من اشعه الشمس. خلاص. طيب عنده ايه؟ انا قلت لكم في الفيديو برضو بتاع الحصة اللي فاتت ان اي حيوان بيعيش في الديزرت لازم يكون ودانه ايه؟ ودانه طويلة، يبقى extra large ears. خلاص، لازم تكون ودانه ايه؟ طويلة. طيب هنيجي عند ودانه الطويلة دي نكتب give reason. اكتب ورايا يلا في الكتاب، هنكتب كده extra large ears يعني ايه؟ يعني ودان طويلة.
ليه الفينيك فوكس عنده ودان طويلة يا ولاد؟ الإجابة ايه؟ ها، to عشان يبرد جسمه. خلاص، to cool its body. ممكن اكتب إجابة تانية to stay cool. خلاص كده. طيب ممكن اقول to lose the heat to cool its body، برضو تنفع زي ما هي مكتوبة عندكم في الكتاب. يبقى عندي حاجتين structural adaptation of fennec fox. ايه هما؟ اول حاجة ان لون الفرو بتاعه tan or sandy. طيب تاني حاجة ان هو ودانه طويلة large ears. طيب نروح للbehavioral adaptation. الbehavioral adaptation بتاعه يا ولاد ايه هو الbehavioral adaptation؟ السلوكيات اللي هو بيعملها. تمام، علم لي كده على كلمة panties like dogs. panties like dogs يعني ايه panties like dogs؟ يعني يلهث مثل الكلب، زي مثلا يعمل كده كده، يبقى هو كده بيلهث مثل الكلاب. مين الحيوان الوحيد اللي panties like dogs؟ هو الفينيك فوكس. اوكي، تعالوا بقى نكتب على الجملة دي ايه. هنكتب على الجملة دي ايه؟ give reason. اوكي، هنكتب give reason يعني اذكر السبب. ليه بقى هو بيلهث مثل الكلاب؟ علشان يبرد جسمه، عشان هو في منطقة حر. خلاص، يبقى الإجابة اهي to cool its body. to cool its body دي الإجابة بتاعتي اهي. يبقى أنا الإجابة بتاعتي اهي to cool its body. طيب هو بيعمل الحركة دي أو بيلهث أو بيتنفس كم مرة؟ 700 مرة per minute. خد بالك من per minute عشان ممكن تجيلك في أكمل، سوري، في صح وغلط. ممكن تجيلك في الاختيارات يقولك per hour per month per week. لا، هي per minute. ماشي كده. ممكن يقولك per second. لا، هي per minute. ماشي. طيب تاني حاجة تعتبر من السلوكيات اللي هو بيعملها ان هو بيعيش في حاجة اسمها burrows اللي هي ايه؟ اللي هي الجحور. والكلمة دي عليك تحفظها زي ما انت شايفه في الصورة كده. يبقى هو بيروح يعيش فين؟ في الجحور. طيب هنيجي برضو عند كلمة ان هو بيعيش في الجحور. وبيعيش في الجحور امتى؟ بيعيش في الجحور، برافو، بالنهار، لان بالنهار هو اللي الجو حر. هنكتب عندها give reason. يبقى ليه هو بيروح يعيش في الجحور يا ولاد؟ during the sunny days. وناخد بالنا هو بيروح يعيش في الجحور امتى؟ بالنهار. يبقى الفينيك فوكس بيروح يعيش في الجحور امتى؟ بالنهار. خلاص. طيب ليه to stay cool؟ علشان ايه؟ يظل باردا، عشان يبرد جسمه. يبقى دي تاني حاجة هو بيعملها behavioral. تالت حاجة بيعملها ايه هي؟ ها، يبقى هو eats all kinds of food. eats all kinds of food. بياكل كل انواع الاكل. زي ايه مثلا؟ زي الانسكتس، fruit، plant roots. كمان البقايا remains from another animal's prey، بقايا الضحية بتاعت الحيوانات التانية. طيب عرفنا كده الحاجات البيهيفيرال اللي بيعملها، وعرفنا الأسئلة اللي بنتسألها في الجزئية دي. ده حيوان اسمه ايه؟ فينيك فوكس. طبعا احنا عندنا في المنهج هنا نوعين، اتنين بس من الفوكسز. واحد اسمه فينيك فوكس والتاني اسمه اركتيك فوكس. تعال نروح للاركتيك فوكس. اول حاجة كده يلا علمولي على الاسم عشان هنحفظه. اركتيك فوكس. الاركتيك فوكس بيعيش فين؟ الهابيتات بتاعته ايه؟ مكان اسمه تاندرا ديزرت. تاندرا ديزرت ده صحراء التاندرا. ومش معنى ان انا بقول صحراء يبقى المكان ده صحراء بقى وحر وكده، لا، المكان ده درجة حرارته 50 خلاص كده below zero، يعني تحت الصفر. فين؟ في وقت الشتاء in the winter months. يبقى تاندرا ديزرت ده مكان بيكون في الشتاء درجة حرارته -50، يعني 50 below zero. طيب عرفنا كده هو بيعيش فين. نروح ناخد ايه الاستراكتشرال ادابتيشن اللي موجود عنده. ما دام انت بتعيش في مكان بارد يبقى انت ايه؟ يبقى انت عندك فرو، ها، سميك ولا خفيف؟ برافو، thick، سميك. هنيجي عنده وهنكتب السؤال المعتاد. ها، give
reason. ليه هو عنده بقى فرو سميك؟ ممكن تقولوا لي علشان ايه؟ يتدفى. يبقى الإجابة اهي، الإجابة اهي to keep its body warm. to keep its body warm. warm هنا يعني دافي. خلاص. طيب عنده ايه تاني في جسمه؟ وناخد بالنا من الملحوظة المهمة دي. الحيوان ده شايفين شكله في الصورة، في الصورتين. الاركتيك فوكس ان وينتر بيبقى شكله كده وايت. طيب انما اركتيك فوكس ان سمر في الصيف بيبقى شكله ايه؟ براون. برافو. يبقى انا عندي its fur coat is white. حط عليها خط. during winter هتحفظها ازاي عشان ما تتلخبطش؟ white winter WW white winter. خلاص. but turns brown بيبقى لونه بني فين؟ في السمر. برافو. الخاصية دي كده ان هو الفرو بتاعه بيبقى لون في الشتاء ولون في الصيف. دي يا جماعة مش behavioral، دي مش behavioral، دي حاجة ربنا خلقها فيه. يبقى structural. مركزين معايا؟ هنروح برضو ايه نكتب ليه بقى هو بيغير الالوان بتاعته دي، الفرو بتاعه بيتغير ليه. give reason على الحتة دي. يبقى ليه هو في الشتاء وايت وفي الصيف براون؟ ليه؟ الإجابة بتاعتنا ايه؟ مش دي ألوان يا مس؟ يبقى الإجابة اللي احنا حافظينها. برافو عليكم. to make camouflage. طيب لو مش عاجباني الإجابة دي، عندك إجابة تانية في الكتاب. to sneak up on prey in any season. عشان يعرف ينقض على الفريسة في أي موسم. خلاص يا جماعة. طيب نروح لتالت حاجة. طبعا هو بيعيش في مكان بارد، وأي حيوان بيعيش في مكان بارد بتكون ودانه ايه؟ ودانه قصيرة ورجليه برضو قصيرة. خلاص. ليه؟ علشان ايه؟ برافو، عشان يتدفى. يبقى احنا هنكتب هنا give reason. اكتب ورايا، علم على كل الحاجات دي واكتب ورايا. طيب يبقى انا هكتب هنا to stay warm. فهمنا يا جماعة الاستراكتشرال ادابتيشن بتاع الاركتيك فوكس. نروح للبيهيفيرال ادابتيشن بتاعه. هو نفس مين؟ هو نفس، هوريهولك اهو. هو نفس الفينيك فوكس. خلاص. هو نفس مين؟ نفس الفينيك فوكس اهو. شوف الفينيك فوكس كان بيعيش في الجحور وبياكل كل انواع الاكل، بس المختلف ان الفينيك فوكس كان it pants like dogs، ان هو بيلهث مثل ايه؟ مثل الكلاب. لكن هنا الاركتيك فوكس لا يلهث. خلاص كده، لانه بيعيش في مكان بارد. يبقى انا هاجي هنا ان هو برضو بيعيش في الجحور اهي، بس خد بالك بقى ايه المختلف هنا. اكتب لي give reason. المختلف هنا ان هو بيعيش في الجحور مش بالنهار زي الفينيك فوكس، انما بيعيش في الجحور امتى؟ بالليل. at night. خلاص. لان المكان اللي هو فيه ده بيبقى بارد بالليل، فهو بيروح يدخل الجحور امتى؟ بالليل. ليه؟ to stay warm. علشان يتدفى. خلاص. to stay warm. ماشي. طيب بتجيلك في صح وغلط، وبتجيلك في اختيارات. مين الحيوان اللي بيعيش في الجحور بالنهار؟ اوكي. ومين اللي بيعيش بالليل at night؟ بالنهار طبعا احنا عارفين مين. برافو، الفينيك فوكس. طيب مين اللي بيعيش بالليل؟ الاركتيك فوكس. فهمنا كده؟ كمان بياكل كل انواع الاكل زي الفينيك فوكس. بياكل ايه؟ بياكل insects, fruits, plant roots, remains of from another animal's prey. نفس الحاجات. فهمنا يا جماعة كده؟ اظن الكلام واضح خالص. بيقولك بقى ملحوظة مهمة. ايه هي الملحوظة دي؟ ان the special shape of ears، الشكل المميز بتاع الودان عند الفينيك فوكس والاركتيك فوكسز ده بيخليهم يحصل لهم ايه؟ بيبقى عندهم excellent hearing. ممكن تجيلك في صح وغلط. هم عندهم excellent hearing ولا لا؟ عندهم excellent hearing. طب عشان ايه؟ to hunt، عشان يعرفوا يصطادوا. خلاص. فهو هنا بيقولك في سؤال give reason. اقرالي كده. give reason for both Finnic fox in hot dry desert and Arctic fox in cold tundra eat all kinds of food. للاتنين بياكلوا كل انواع الاكل. because it's hard دي معناها ايه يا ولاد؟ معناها صعب. طيب it's hard to find food in the hot dry desert. صعب الاقي الاكل في الصحراء، وصعب الاقي الاكل برضو فين؟ في الكولد تندرا. لذلك الاتنين دول
اللي هو الفينيك فوكس والاركتيك فوكس بياكلوا كل اللي يقابلهم، لان مفيش اكل اصلا في المكانين دول. اوكي، تعالوا نعلم على الكلمات اللي هنحفظها. طبعا 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 كلمة pant يعني يلهث، provide يعني يزود، خلاص كده، او يمد او يعطي. كلمة borrow يعني جحور، borrows. طبعا انت عارف كلمة remains بقايا، الناس اللي مش عارفينها يعلموا عليها. طيب انا بعلم على اهم الكلمات. طيب كلمة Arctic Fox حفظ، Tundra Desert حفظ. تعالوا بقى نروح لطلب الجماهير وطلب الناس كلها، لأن معظم الناس مش بتبقى فاهمة كويس البول شارك. تعالوا بقى هنشرح البول شارك. البول شارك يا ولاد هنعلم عليه عشان نحفظ اسمه. بيقولك ايه؟ بيقولك most sharks can live only هنا بمعنى فقط in salt water. يبقى معظم الشاركس انت بتشوفها فين؟ بتشوفها في المياه المالحة بس. ولكن البول شارك بيعرفوا يعيشوا فين؟ بيعيشوا في الاتنين، both يعني الاتنين، fresh water المياه العذبة and salt water المياه المالحة. يبقى انا عرفت اول حاجة الهابيتات بتاعة البول شارك ايه؟ بيعيش في الحاجتين دول، ودي حاجة مهمة خالص، fresh water and salt water. تعال نشوف structural adaptation بتاعه. كونه ان هو بيعيش في المية العذبة، هل ده باختياره ولا دي حاجة ربنا خلقها فيه؟ ده حاجة ربنا خلقها فيه، ان هو يعرف يعيش في المية العذبة. يبقى ده structural يا جماعة مش behavioral، الناس كلها بتتلخبط في دي. يبقى انا بعيش في المية العذبة، يبقى انا ربنا خلقني كده، يبقى ده structural مش behavioral. طيب علشان هو بيعيش في المية العذبة ترتب على كده ايه؟ يبقى ممكن يقولك what happens if، ماذا يحدث عند البول شارك can live in fresh water. هيبقى الموضوع بالنسبة له عامل ازاي؟ هتقولي ان مفيش شاركس تانية بتعيش في نفس المكان، فهيبقى في حاجة اسمها less competition to find food، فهيبقى سهل ان هو يلاقي الاكل. تاني كده بالراحة هنقول ان ايه؟ no other sharks live in fresh water، مفيش شاركس تانية بتعيش في المكان ده. so هيبقى عنده ايه؟ less competition منافسة اقل to find ايه؟ to find food. اوكي، طيب كمان بيعرف يعمل ايه؟ بيعرف يعمل camouflage عن طريق استراتيجي معروفة جدا اسمها counter shading معناها التباين اللوني. اوكي، التباين اللوني معناها ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، هنزل بالصورة لتحت، يعني بطنه لونها ابيض وظهره لونه غامق، اسمها dark back and white belly. ده الكاونتر شيدنج، ودي كلمة مهمة جدا لازم نكون حافظينها وعارفينها يا ولاد، كلمة مهمة جدا جدا جدا. counter shading خلاص معناها ان هو عنده dark back and white belly. خلاص، طب تعالوا هنا عند الحتة دي كده، انا عايز اعرف ليه بقى هو عنده بيعمل counter shading or عنده dark back and white belly. استني يا مس، ده الوان، يبقى اجابتي ايه؟ برافو، to make camouflage. وعندك اجابة تانية اهي to sneak up verb مهم جدا، وقلت الكلام ده في الفيديو اللي فات، معناها يتسلل او ينقض على الفريسة. طيب تالت حاجة اللي عند البول شارك ان هو عنده حاجة مهمة جدا، sharp teeth يعني اسنان حادة. والاسنان الحادة دي تعالى اكتب لي عليها give reason. ليه بقى عنده اسنان حادة يا ولاد؟ to cut its prey flesh عشان يقطع لحم الفريسة. فليش ده اهي، شوف كده، دي فليش اهي معناها لحم. خلاص، يبقى هو ليه عنده sharp teeth to cut its prey flesh. طب تعالى كده احنا فهمنا الاستراكتشرال. يبقى اول حاجة هو بيعيش in fresh water، ده structural. بيعمل counter shading يعني dark back and white belly، ده structural. طيب عنده sharp teeth، ده structural. خلاص، طيب نروح للbehavioral adaptation. بياكل اكل نوع مختلف، يعني بياكل انواع مختلفة من الاكل. تعالى عندها كده واكتب لي
give reason. ليه بياكل انواع مختلفة من الاكل يا ولاد؟ فكروا كده. اكيد لانه بيعيش في مكانين مش زي بعض، بيعيش في الفريش ووتر، فالفريش ووتر فيه انواع سمك غير اللي موجودة في السولت ووتر. يبقى السبب بتاعي ايه؟ الاجابة بتاعتي ايه؟ because it lives in both fresh water and salt water. فهمناها كده؟ سهلة جدا. يبقى دي اسمها different types of food. هيجي يقول لك اكتب لي two types of behavioral adaptation of bull shark. اكتب لي حاجتين behavioral adaptation بتاعة البول شارك. اول حاجة هتكتب ان هو بياكل different types of food، وكمان تاني حاجة hunts بيصطاد، ودي مهمة جدا during the day and at night. يبقى هو بيصطاد طول اليوم وكمان بالليل بيصطاد برضه. هنكتب عندها give reason. والمعلومة دي مهمة جدا جدا جدا. it hunts during the day and at night. ده مش structural، ده سلوك هو بيعمله، يبقى behavioral. طب ليه بقى؟ دي هو بيصطاد بالليل وبالنهار عشان يفاجئ الفريسة بتاعته. يبقى الإجابة بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون so it can surprise، طبعا انت عارفها يفاجئ، its prey عشان يفاجئ الضحية بتاعته. أظن كده يا جماعة الشرح سهل جدا وأصبح الموضوع واضح. حتى هو هنا بيقولك ايه؟ بيقولك ان البول شارك بيعمل counter shading. خلاص كده، يعني في سمكة فوق اهي وفي سمكة تحت اهي. تعال نشوف السمكة اللي فوق دي وهي ماشية كده تتدلع، لقيت ايه؟ بيقولك ان when an animal swims above يعني فوق in the ocean it may not see، مش هيشوف البول شارك. ليه مش هيشوف البول شارك؟ اكتب لي عندها كده give reason. ليه السمكة اللي ماشية فوق دي above يعني فوق مش هتشوف البول شارك؟ في in the shadows ليه مش هتشوف البول شارك؟ الإجابة اهي، لأن ظهره ايه يا ولاد؟ لأن ظهره غامق. due to معناها لأن ظهره غامق. due to its dark back. يبقى due to its dark back. طب تعالى ننزل للسمكة الخضراء الحلوة اللي تحت دي وهي ماشية كده تحت ايه؟ تحت البول شارك. بتقولك ايه؟ when an animal swims underneath معناها تحت، ودي بتستخدم في الأعماق في البحار. خلاص. the bull shark and looking up وبتبص لفوق كده، فاحتمال ان هي ايه؟ ما تشوفوش، لانه هيمتزج blend in with the bright light، هيمتزج بالضوء الايه؟ الساطع. خلاص كده، نتيجة ايه؟ يبقى الإجابة بتاعتك due to its white belly. يبقى اللي فوقها مش هتشوف علشان ايه؟ dark back، واللي تحت مش هتشوف علشان white belly. تعالوا كده نعلم على الكلمات الحفظ. أول حاجة البول شارك علينا حفظ. fresh water، salt water، competition منافسة، sharp teeth، counter shading، belly شيدو طبعا انتوا عارفينها، و underneath كلمة برضو ايه يعني ممكن نعلم عليها. اوكي، دي طبعا ايه بسهولة خالص كل الحاجات. تعالوا تيجوا مع بعض كده نحل الأسئلة دي. يلا تعالوا كده معايا. بيقولك ايه؟ بيقولك السؤال ده write the scientific term. خلاص، write the scientific term هعيد تاني شرحه بس باختصار خالص. معناها اكتب المصطلح العلمي. ببساطة خالص بيبقى جايب لك تعريف اهو، وانت هو عايز يعرف التعريف ده بتاع ايه. خلاص، ازاي احل السؤال ده يا ولاد؟ بحل السؤال ده بان انا بعلم على اول كلمة كده او اول كلمتين. خلاص، عشان اعرف هو عايز يطلب مني ايه، يبقى انا كده هعلم على اول كلمة خالص عشان اعرف هو عايز ايه. فلو اول كلمة بيقول لي it is a change دي معناها تغيير، يبقى هو عايز يعرف نوع التغيير ده ايه، هكتبه هنا. طب اعرفه ازاي؟ بيقولك ان ده بيحصل فين. هعلم كده على الكلمة دي كده. ماشي، دي الكلمة دي اسمها ايه؟ body structure. انا شفتها فين؟ دي كانت موجودة في تعريف ال structural adaptation. يبقى انا هكتب ده تعريف مين يا ولاد؟ ده تعريف، شوفوا بقى لازم تكونوا حافظين الكلمة عشان كده. يبقى ده تعريف ايه؟ ال structural adaptation. اوكي، طب تعالوا للي تحتها. لقيت ان هو بيقول لي it is a change فين؟ في السلوكيات وفي الاكتس behaviors and acts. يبقى انا ده تعريف مين؟ برافو، ده تعريف behavioral
لازم اكون حافظها. behavioral adaptation، خلاص لازم اكون عارفها. فهمنا ببساطة رايز scientific term. طيب في اللي بعد كده بقى جايب لك جمل فوق اهي، جمل، وعايزك تاخد كل جملة تحطها في مكانها. طيب الحيوانات بتاعتنا ايه؟ فين اهي؟ فينيك فوكس، فاحنا هنطلع له structural adaptation وال behavioral adaptation بتاعه من هنا، من الجمل دي. تعالوا كده. طيب ممكن نلعبها بطريقة تانية، يعني مثلا ان احنا ناخد دي كده، فبيقول لي hunts in day and night. مين اللي بيصطاد بالليل وبالنهار؟ ها، هو طبعا عطيني three animals، 3 حيوانات. يا ترى هو الفينيك فوكس ولا الاركتيك فوكس ولا البول شارك؟ ها برافو، البول شارك. يبقى انا هكتب هنا hunts all day and at night. تمام اهي. وهطلع فوق، هطلع فوق كده، خلاص اعلم عليها عشان ما ارجعش اخدها تاني. ماشي اهو، هعلم عليها اهو مثلا كده، هعلم عليها كده. ماشي. طيب تاني حاجة بيقول لي ايه؟ بيقول لي tan colored coat. يا ترى لأنهي حيوان من دول؟ التان colored coat كان لمين؟ كان للفينيك فوكس. خلاص يبقى انا هاجي هنا هحدده كده ان عشان مرجعش اخده تاني، وهكتب هنا tan colored coat. هكملها بقى. خلاص يبقى دي خدتها. طيب تالت حاجة، مين الحيوان اللي بيعمل panting؟ طبعا انا كتبت دول في الاستراكتشرال، في الاستراكتشرال سوري، في حاجة كده انا كتبتها هنا، كتبتها في مكانها الغلط. بصوا كده hunts at day all day and at night، ده البول شارك وهو اصلا في البيهيفيرال بتاعه، هحطه تحت البيهيفيرال. ماشي يا جماعة، انا هحطه تحت البيهيفيرال. خلاص. انما tan colored coat ده structural. اوكي. طيب panting يعني ايه؟ panting يعني يلهث. اوكي، panting هنا بمعنى يلهث. يبقى انا كده هروح اعلم عليها panting دي. خلاص. وهي كانت تبع مين؟ برافو، كانت تبع الفينيك فوكس. يبقى انا كده البانتنج ده اهي كانت تبع الفينيك فوكس بس behavioral مش structural، فانا هروح اكتبها هنا panting. اوكي، وهعلم عليها عشان مرجعش اخدها تاني اهي مثلا كده. طيب بعد كده sharp teeth يعني اسنان حادة، كانت تبع مين؟ برافو، كانت تبع البول شارك. طب هي كانت structural ولا behavioral؟ حاجة في جسمه يبقى structural. يبقى هنا sharp teeth. اوكي، وهروح كده فوق اعلم عليها عشان انا كده ايه مرجعش اخدها تاني. طيب هنروح لمين؟ لشورت ears and legs. مين الحيوان اللي عنده الساقان بتاعته والرجول بتاعته قصيرة؟ ها مين؟ يا ترى الفينيك فوكس ولا الاركتيك فوكس؟ برافو، الاركتيك فوكس. طيب انا هكتبها في الاستراكتشرال ولا في البيهيفيرال؟ لا في الاستراكتشرال. خلاص يبقى انا هكتب هنا اهو. اوكي، هنروح كده نجيب الحاجة اللي بنكتب بيها. هنكتب ايه؟ short ears and legs. ماشي. طيب عندنا بقى حاجة اسمها بعد كده big ears. هروح شطب عليها كده، اعمل عليها علامة. ومين اللي عنده big ears يا ولاد؟ اكيد اللي بيعيش في مكان حار. اللي عنده big ears ده اللي بيعيش في مكان حار. يبقى انا عندي هنا big ears خلاص بتاعت الفينيك فوكس، وبتتكتب في الاستراكتشرال ادابتيشن. خلاص مش في البيهيفيرال. طيب بعد كده عندنا حاجة بتعرف تعيش في الفريش ووتر. مين اللي بتعرف تعيش في الفريش ووتر؟ ها مين؟ البول شارك. برافو. طيب هي structural ولا behavioral؟ structural. يبقى هنا can live in fresh water. خلاص يبقى انا هكتبها هنا في الستراكتشرال. طيب هنروح ناخد مين تاني؟ بقيلنا مين؟ بقيلنا كلمة camouflage، ودي بقيتها by season.
بيعرف يعمل كاموفلاج باي سيزون، يعني بيستخبى باي سيزون، يعني ايه؟ على مر المواسم او خلال المواسم اللي بتعدي عليه. مين الحيوان ده؟ ها، برافو، الحيوان ده اركتيك فوكس، وده بيتكتب في الاستراكتشرال مش البيهيفيرال. يبقى هنا هنكتب كاموفلاج باي سيزون. اوكي، طيب يبقى احنا كده بقينا كلمة واحدة اللي هي ايه؟ كاونتر شيدنج. كاونتر شيدنج اللي هو التباين اللوني. ومين الحيوان اللي كان بيعمله يا ولاد؟ احنا كده حلينا كله، بقينا النقطة دي. يبقى هنا دي ايه؟ هكتب فيها كاونتر شيدنج. خلاص، وركزوا معايا تاني ان الكاونتر شيدنج وكان ليف ان فريش ووتر دول بتوع البول شارك structural وليس behavioral. وكمان hunts all day and at night ده behavioral. خلاص، طيب اظن كده الموضوع بقى واضح. بقينا ايه؟ بقينا البانثر كاميليون. البانثر كاميليون يا ولاد هنروح نعلم عليه كده اهو. هنحفظه طبعا، اوكي هنحفظه، ماشي. عندنا في المنهج بتاعنا حيوانين two animals بيعتبروا هما الاتنين ايه؟ بيعتبروا من reptiles يعني الزواحف. اوكي، مين الحيوانين دول؟ الحيوانين دول اول حيوان اسمه lizards اللي هي السحالي، وتاني حيوان اسمه panther chameleon. يبقى انا عندي two animals بيعتبروا من الزواحف. زواحف يعني ايه يا ولاد؟ كلمة مهمة لازم نحفظها، reptiles. خلاص، زي مين؟ starred agma lizard and panther chameleon. اوكي، والريبتايلز ده هي بيغطي جسمها scales يعني حراشيف. اوكي، تعالوا نشوف الهابيتات بتاعت البانثر كاميليون ايه، وبيعيش فين، والستراكتشرال ادابتيشن بتاعه والبيهيفيرال ادابتيشن بتاعه. يبقى اول حاجه كده الهابيتات، بيعيش فين؟ بيعيش في مكان اسمه، علم معايا كده، tropical rainforest. tropical rainforest يعني الغابه المطيره الاستوائيه. اوكي، طبعا انتوا عارفين الكرة الأرضية، خدتوها في الدراسات، وعارفين خط الاستواء ده خط وهمي بيفصل الكرة الأرضية من عند نصها كده، يعني هو خط وهمي عند نص الكرة الأرضية. هناك في غابة مطيرة، خلاص، بتعيش فيها مين؟ بيعيش فيها البانثر كاميليون. طيب ايه هو الاستراكتشرال ادابتيشن بتاعه؟ أول حاجة الايز بتاعتها. الايز ان الكاميليون ايز كان فيس opposite directions، بتشوف في اتجاهين مختلفين يا ولاد. يعني مثلا انت ما بتبص قدامك ما تعرفش تشوف ايه وراك، لا، البانثر كاميليون في عين بتبص قدامها بتبحث عن الاكل، وعين بتبص وراها بتاخد بالها من الخطر. يبقى انا هنا كده عندي هكتب على ده give reason. يا ترى ليه عندها two eyes؟ واحدة two eyes face each other or face opposite directions. ليه؟ give reason. لأن في عين منهم one eye search for بتبحث عن ايه؟ عن الفود، ممكن تجيلك في أكل. فين بتبحث عن ايه؟ هتروح كاتب food. طيب زي ايه الأكل بتاعها؟ مش كل الناس بتاخد بالها من الأكل بتاع البانثر كاميليون ايه يا ولاد؟ مش كل الناس بتاخد بالها، insects. خلاص، insects. خلاص، طيب والعين التانية والother eye بتبحث عن ايه؟ بتبحث عن danger يعني عن الخطر. فهمنا كده العيون بتاعتها. طيب تاني حاجة في الاستراكتشرال ادابتيشن بتاعها ايه؟ طبعا شايفين ديلها اهو، ديلها خلاص، ديلها عامل زي الايد، خلاص، بتفرد ديلها كده تاخد بيه الاكل علشان تعرف تاكل. كمان عندها، بص كده على رجلها دي عامله ايه؟ عامله حرف في علشان تعرف تمسك في فروع الشجر. يبقى انا كده عندي الحيوان الوحيد اللي في المنهج اللي رجليه على شكل حرف ايه؟ V shaped feet. يبقى الكاميليون has V shaped feet and a tail like ايه؟ like a hand. طيب اكتب لي عندها give reason.
ليه بقى؟ ليه؟ علشان تعرف تمسك كويس في ايه؟ في الشجر ده، في فروع الشجر. to hold tightly the branches of trees، عشان تمسك بقوة في فروع الشجر. طيب عندنا ايه كمان؟ باقيلنا ان هي عندها brightly colored scales، زي ما انت شايف في الصورة كده، الحراشيف بتاعتها، الخربشة بتاعتها اللي في جسمها دي ملونة. خلاص تعالى عندها كده واكتب لي give reason. يا مس ده انت بتقولي لي حراشيف ملونة، ده فيها لون، يبقى الإجابة بتاعتي ايه؟ برافو، الإجابة اللي انت حافظها to make camouflage or to hide and blend in with the environment. طبعا environment بتاعتها ايه؟ الجرين leaves. خلاص، الجرين leaves يعني الأوراق الخضراء بتاعت الشجر، ماشي، والزهور الملونة. فهمنا كده الثلاث حاجات دول عبارة عن structural adaptation of panther chameleon. تعالى ندخل في البيهيفيرال adaptation بتاعها. البيهيفيرال adaptation بتاعها يا ترى هي بتعمل ايه لما بتحس ان هي في الخطر؟ وده سؤال مهم جدا، بيجي يقول لك what happens if. خلاص، what happens if يعني ماذا يحدث لو ايه اللي حصل؟ لو chameleon finds itself in danger، ايه اللي هيحصل يا ولاد؟ هيعمل 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات؟ اول حاجة خالص زي ما انت شايف في الصورة، it puffs up its body with air. بتجيلك صح وغلط، هي with air ولا with water؟ لا with air، ماليش دعوة بالمية خالص. يبقى اول حاجة it puffs up its body with air، بتنفخ جسمها بالهواء. تاني حاجة it opens its mouth wide، بتفتح فمها باتساع. خلاص، تالت حاجة it changes the colors of its scales، بتغير لون الحراشيف بتاعتها. وهنا هقف معاكم شوية. لما قلنا في الاركتيك فوكس ان الاركتيك فوكس بيتغير لون الفرو بتاعه، في الشتاء بيبقى وايت وفي الصيف بيبقى براون، قلنا ان ده structural adaptation. مركزين؟ اما هنا في البانثر كاميليون لما بتغير لون السكيلز بتاعتها بتكون behavioral مش structural. خلاص، ليه؟ لان ده سلوك هي بتعمله في وقت معين لما بتحس بالخطر، وبعد كده بترجع طبيعية عادي. يبقى هنا الثلاث حاجات دول puffs up, opens its mouth wide، وكمان بتغير changes the color of its scale. كل الثلاثة دول يعتبروا ايه يا ولاد؟ يعتبروا behavioral adaptation. تعالوا نعلم على اهم الكلمات. طبعا lizards، reptiles، panther chameleon. عندنا كلمة hold tightly يعني يمسك بإحكام. tropical rainforest مكان مهم جدا لازم نكون عارفينه. puff up يعني ينتفخ. اوكي، دي اهم الكلمات اللي علينا. نيجي هنا للسؤال ده، بيقول لك give reason panther chameleon can hunt its prey and avoid becoming a prey at the same time. ليه؟ هو بيعرف يصطاد وبيتجنب ان هو يكون ضحية في نفس الوقت، لان في عين بتبحث عن ايه؟ search for ايه؟ كلمة because ده يعني بسبب، بيجي بعدها جملة كاملة. اوكي، because it can search for food with one eye while its other eye looks out for danger in a different direction. اوكي، هنا بيقول لك اقرا لي الحاجة وقول لي هي structural ولا behavioral. لو structural هنحط لها اس، هنحط الإجابة اس، ولو behavioral هنحط الإجابة بي. بس ده هنا بس في السؤال ده، في الامتحان بنكتب الكلمة على بعضها. اوكي، تعالوا كده يلا. bright colored scales دي بتاعت البانثر كاميليان كانت structural ولا behavioral؟ برافو structural. خلاص، طب كان بيعمل بها ايه؟ كان ده بيساعدها ان هي تعمل camouflage to hunt and hide. طب تعالى هنا ال V shaped like feet دي حاجة في جسمها يا ميس، يبقى structural، يبقى حط اس. دي كانت بتساعدها تعمل ايه؟ balance and move، تتوازن وتتحرك. طيب eyes move in different directions، eyes يعني حاجة في جسمها، يبقى دي يا ميس structural. خلاص، ده كانت بتساعدها ان هي تصطاد. ماشي، طب تعالى puffing up يعني ينفخ its body يعني جسمها، دي كانت من السلوكيات اللي هي بتعملها لما بتحس بالخطر، يبقى هنضيف لها بي كابيتال.
اوكي، يبقى هنضيف لها بي كابيتال، وده عشان تخوف أعدائها scare its enemies. طيب تعالى هنا changing colors في البانثر كاميليون علشان تعرف تدافع عن نفسها، ده سلوك هي بتعمله، يبقى بي behavioral عشان تعرف defend or survive تدافع عن نفسها وتعيش. طبعا هو كاتب لك في الاخر كلمة defend يعني يدافع. اوكي، بالانس توازن. وكده الحمد لله نكون خلصنا listen to part A. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استفدتوا بحصة النهاردة، ولو واقف معاكم اي حاجة يا ريت تكتبولي في الكومنتس، وما تنسوش يا حبايبي ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. مع السلامة يا حبايبي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد في حكايات الادابتيشن فور سرفايفل.